من اصعب التمارين اللي انت ممكن تتمرنها في الجيم هي تمارين عضلات الدفع، بتحتاج وقت ومجهود وكمان خبره كبيره جدا، وانا هوفر عليك كل ده وهناخد النهارده تمرينه بوش ممكن تثبتها في الجدول بتاعك وتتاكد انك تكون عامل اشتراك للقناه وشير لصاحبك علشان فيديوهات من دي كل يوم بتنزل فتكون مستفيد. يلا بينا. هبتدي اول تمرين النهارده على الانكلاين بنش بريس او البار العالي، بس اهم حاجه علشان تكون متاكد انك بتشتغل بالبار العالي لازم تشتغل بالطريقه اللي انا هوريها لك دلوقتي دي. اول حاجه بشوف ناس كتير قوي بتخلي وسطها لفوق كده وهي كده كانها بتلعب مسطح ما بتلعبش بار عالي. تاني حاجه بشوف ناس كتير بتخلي كحه 90 فبالتالي بتحط حمل كبير جدا على مفصل الكتف وبيحصل لها اصابات، فلازم اهم حاجه تتاكد ان كوعك لتحت، طلع صدر لفوق وظهرك فريت على الكرسي وبتزق قبل ما كوعك يتفرد تكون نازل تاني، وده اللي هيحصل النهارده. انا سخنت خلاص فهبدا بالمجموعه الفعاله بتاعتي على طول. كلمه السر يا متين يا رب. بسم الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. لو انت بتسال المجموعه الفعاله بتعرفها منين؟ لما بتبقى شكلك بنفس الشكل ده كده 8 عدات او 6 عدات مدى حركي كامل، واخر عدتين بتبدا تبطأ غصب عنك مش بمزاجك، وهو ده تعريف الفشل العضلي، او من ضمن تعريفات الفشل العضلي هو البطء الحركه الميكانيكيه في العضلات. هستريح 5 دقايق واخش الشكل اللي بعده. ادخل بعديها تفتيح بالدمبل، بس تعالى كده قرب عليا قرب عليا. تعالى اقول لك ازاي تعملها الاول من غير وزن علشان ما امزقش نفسي وفي نفس الوقت انت تستفيد. بص يا سيدي، اول حاجه بتطلع الكرسي ده درجتين لفوق والناحيه دي درجتين لفوق، بتنزل تخلي ظهرك فلات على الكرسي، بتطلع بركبتك بتزق الوزن لفوق، بعد كده بتطلع كده تنزل وانت تاني كوعك حاجه بسيطه لحد مستوى الصدر بتاعك، بعد كده تبتدي تزق وتفرد ايدك لفوق. الحركه بتبقى كده. اهم حاجه طلع صدرك لفوق واقفل ظهرك شويه بحيث ان انت تعرف تقفل، وتركايه مهمه جدا مفيش حد يقول لك غير البادي بيلدر، بس تخيل ان انت عايز تقفل حاجه على ايدك من فوق، يعني في حاجه فوق انت عايز تقفل ايدك عليها عشان ما تقعش، ساعتها فعلا هتلاقي الصدر هو اللي بيشتغل. يلا نجرب بالوزن. بسم الله. إيه. إيه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عظمه. ندخل بعديها على الزاويه رقم 3 في التمرينه بتاعت النهارده، ولو انت لسه كسلان عن نزولك للتمرين لحد دلوقتي فاستمتع بالزاويه دي واستمتع بشكل الالياف العضليه وهي بيحصل لها انقباض يا كابتني. يلا بينا. دول يا سيدي 40 من الجنب ده و40 من الجنب ده يبقى 40. سمي الله. بسم الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية شكلي ممكن يكون فيه شويه عضلات على شويه نشفان على شويه قوه، لكن انت ما تتخيلش في يوم من الايام ان انا كنت بكرش وانا طفل صغير، وكنت حابس ميه كتير، كنت مش بقدر امشي، كنت بطلع بنهج، كنت حاجات كتير جدا، وما كنتش مستحيل متخيل ان انا يكون عندي عضلات بطن في يوم من الايام، وحتى مخي ما كانش قادر يتخيل ده. بس انا دلوقتي كده علشان استمريت. في البدايه ما كانش فيه نتيجه، ما كانش فيه امكانيات، كان الجيم حديد في الارض كده وموكيت وحاجات مش الامكانيات دي خالص، ما كنتش متخيل كمان ده. بس انا دلوقتي هنا، عارف ليه؟ عشان انا بدات هناك قررت ان انا مش هوقف لحد ما اوصل هنا، فعلا وصلت هنا بفضل ربنا. فممكن لو سمحت انت كمان تبدا بالامكانيات اللي عندك، لو تقدر تاكل كيس فول في اليوم ببيضه
اعمل ده، من غير بيضه اعمل ده، لو عايز تنزل تتمشى دلوقتي معكش فلوس في جيبك تروح جيم اعمل ده، تتمرن ضغط في البيت اعمل ده. المهم اللي انت تعمل حاجه، صدقني التراكم بتاع الحاجات دي هيعمل لك الحاجه اللي انت عايز توصل لها. البيت اللي انت قاعد فيه دلوقتي ده اللي هو حميك من الشمس ومن الهواء، هو عباره عن طوب صغير جدا مرصوص جنب بعضه، فكون البيت ده، فخلي الانجازات بتاعتك طوب صغير جنب بعضه. هستريح 5 دقايق واخش الزاويه اللي بعدها. هدخل بعديها شولدر بريس بالدمبل، جبنا ال 40 كيلو، ودي تاني مجموعه شغل علشان ما قدرش اصور اول مجموعه، فركز معايا كويس. بسم الله. حركه البطيخ. واحد، اثنين، ثلاثة، خمسة، 5 عدات حلوين. 5 دقايق راح اخش اللي بعده. هدخل بعديها رفرفه امامي بالكيبل، والتركيه اللي انا هاخدها بايد واحده بس، لاني لو مسكت بايديا الاثنين على الكيبل او بالبار حتى هيبقى اخر المدى الحركي بتاعي هنا، وانا مش عايز كده، انا عايز اعمل اقصى مدى حركي لتحت ولقدام، وفي نفس الوقت عشان اركز لكل جنب لوحده. فهخلي البقره من تحت، هاخد خطوه لقدام، اثبت نفسي واطلع صدري لفوق، واخد خطوه للجنب عشان ايدي تبقى ليها مساحه، وابتدي اسحب لفوق. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، 6، 7، 8، 9، 10. اهم حاجه وانت بتلعب جنب وجنب، خد 30 ثانيه لدقيقه راحه بين كل جنب والتاني، عشان الجهاز العصبي يقدر يجند لك الياف عضليه في الناحيه الثانيه بنفس الكفاءه بتاعت الناحيه الاولانيه. فانا استريح 30 ثانيه واخش الجنب اللي بعده. التراي دي علشان تعمل واحده زيها، من ضمن التمارين والحاجات المهمه اللي انت لازم تجربها هي بالروب، الترايسبس بالروب. افرد ظهرك كويس، طلع صدرك لفوق، رجع كوعك في مستوى الجسم، اسحب الوزن ثبته كويس وابدا انزل. واحد، اثنين، ثلاثة، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. من احسن الزوايا اللي انت لازم تجربها في التمرينه بتاعتك. 5 دقايق راحه، خش على اللي بعده. ادخل بعديها اوفر هيد على الكيبل، وعمك هاني رامبود قال لك the last set the best set، يعني اخر مجموعه احسن مجموعه. طبعا هو اللي قال كده، انا ماليش دعوه. هنزل بوزن جسمي واطلع بوزن جسمي، طلع صدري لفوق وابتدي اسحب. واحد، اثنين، ثلاثة، 4، 5، 6، 7، 8. انزل بوزن جسمك، لف. كده يا كابتني خدنا تمرين الدفع النهارده من احسن الزوايا الفعاله. يا ريت لو لسه ما عملتش اشتراك للقناه تنزل تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يجي لك نوتيفيكيشن بكل الفيديوهات الجديده. ولو عندك سؤال في اي حاجه سيبه لي تحت او في الرسائل، عشان انا مهتم دايما ان انا اكون في ظهرك. سلام.